اظن بقى محدش جرب يحط جيلي الفراولة في الفرن قبل كده. تعالوا اقول لكم لما حطيته في الفرن ايه اللي حصل، وشوفوا معايا النتيجة. عايزة اقول لكم واو يا جماعة، بجد تحفة. واوعدكم انكم لما تشوفوا النتيجة هتجربوها. اول حاجة هتجيبي الخلاط وتحطي فيه 2 باكو من الجيلي. لو ما عندكيش خلاط هتجيبي طبق عادي وهتشتغلي بمضرب البيض اليدوي كل الخطوات اللي انا هقولها دي. على كيسين الجيلي هنحط نص كوباية مية مغلية. الكوباية اللي موجودة في كل بيت مصري دي هنحط منها نص كوباية، ونضرب الخلاط او بالمضرب اليدوي كويس جدا لغايه ما يتحول لون الجيلي للون البينك زي ما انتوا شايفين كده، ما يبقاش الاحمر الصريح اللي انتوا شفتوه. هنحط عليه كوبايه من الزيت، زيت عادي اللي هو زيت الذره، وكوبايه من الحليب. كوبايه وربع يا جماعه، هتحطوا كوبايه وربع من الحليب. ايوه ادي ربع اهو. ونص كوبايه لتلات ارباع كوبايه من السكر حسب تذوقك انتي للسكر. هتضربي الكلام ده بمضرب البيض او في الخلاط كويس جدا لغايه ما يمتزج تماما. وفي نفس الكوبايه اهو خدت كوبايه وتقريبا ربع، يعني هوريكم انا عملت ايه. ادي الكوبايه اهي، هحطها في طبق خارجي وهقول لكم ليه ما حطيتهاش في نفس الكوبايه. وادي ربع كوبايه. الكلام ده هركنه على جنب، بس يعني مش في المطبخ، حطيه مثلا في الليفينج، في السفرة، في حتة ما تكونش سخنة، وفي نفس الوقت الموضوع مش محتاج تلاجة. وبقية الخليط اللي موجود في الخلاط هحطه في طبق كبير. هجيب بقى بيضتين في درجة حرارة الغرفة واحطهم في الطبق مع ظرفين فانيليا او شوية فانيليا سائلة وشوية ذرة ملح. طبعا انت شغاله بقى بالمضرب البيض هتشتغلي معايا. طبعا اللي شغالين في الخلاط بيقولوا لي طب ليه عملتي كده، ما ضربتيش ده في الخلاط ليه؟ علشان انا نسايه، مش عارفه انا ليه كده، يعني بتحصل في حياتي حاجات كتير بسبب الموضوع ده. زي ما انتوا شايفين حطيت كمان معلقه صغيره من الخل وقلبتها معاهم، وكوبايه ونص من الدقيق وبنخلها، بحطها في المنخل وانخلها. عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، يعني تقريبا نص كيس بيكنج باودر يا جماعه. الكيس كان مفتوح اصلا وكنت شايلاه في التلاجة، وده النص الكيس. هخلط كويس جدا لغايه ما يمتزجوا تماما زي ما انتوا شايفين. في الخطوه دي في ناس بتحط لون احمر، بس عايزه اقولك اللون اللي هيطلع احلى من اللون الاحمر بكتير، يعني بجد. انا عندي اللون الاحمر بس هي مش فازلكه وخلاص، جربي كده وشوفي وبجد هتعجبك. حطيتها في صينيه مدهونه بالزيت والدقيق وسويت السطح وبالخله كده عشان اي فقاعات هوا تطلع. هدخلها في الفرن. الفرن ما كنتش مسخناه، برضو نسيت اسخنه زي ما انتوا عارفين طبعا ان انا نسيه. المهم خدت معايا نص ساعه. والخليط كل شويه اقلبه بالمنظر ده علشان هتبصي تلاقيه قفش معاكي شويه لان فيه جيلاتين فيه اللي هو الجيلي، فكل شويه قلبيه كده. والاحسن زي ما قلت لك ما تحطوش في التلاجة، بس لو الدنيا حر عندك في البيت حطيه في التلاجة، وبعدين لما تطلعيه حطي عليه معلقتين ميه سخنه وقلبيه زي ما انا بقلبه كده. بعد ما الكيكه طلعت واستوت وبردت تماما هحط عليها الخليط بتاعي من غير مخرم بالخله. الموضوع مش مستاهل، انا عايزه الصوص ده يبقى موجود على السطح كده. ويا سلام بقى على الجمال، شكل وطعم ولون وحاجة بجد تحفة ومبهجة للعين. وشايفين اللون، انا هقرب لكم دلوقتي اكتر. لون تحفة، جربوها يا جماعة هتعجبكم جدا جدا.